القصة دي من أغرب القصص اللي هتسمعوها في حياتكم. قصة فرح الجن. بتبدأ قصتنا على طريق الخارجة في الوادي الجديد، وفي وقت قريب من المغرب كانت ماشية عربية ربع نقل. العربية كان فيها 4 رجالة: الريس مجاهد، وده صاحب أكبر مزرعة عجول، وحسن، وزين السواق، وعماد. كلهم رجالة الريس مجاهد، ورايحين الوادي يقضوا مصلحة شغل ويرجعوا في نفس اليوم. الطريق كان جديد عليهم، وده كان أول غلطة. زين وهو سايق دخل طريق جانبي بالغلط، وبعدها بدأ الإحساس الغريب. الطريق مش شبه الوصف، مفيش عربيات، مفيش بشر، ومفيش شبكة. الريس مجاهد حاول يتصل، مفيش إشارة، والGPS مش شغال، والليل بدأ يدخل عليهم. الريس مجاهد قال نكملوا الطريق ونسيبها على الله، بس المصيبة الحقيقية الطريق مفيهوش ولا عمود نور. الساعة كانت قربت على 10 بالليل، الضلمة كانت مرعبة، والعربية ماشية على نورها بس. الرجالة فتحوا الشبابيك وطلعوا ايديهم بالتليفونات يمكن يلقطوا شبكة. وهنا حصل اللي محدش كان متوقعه. فجأة شيء طلع من قلب الضلمة وهجم على ايد حسن اللي كانت بره الشباك. صرخة مرعبة، دم غرق العربية، والحاجة اختفت زي ما ظهرت. زين داس بنزين، والريس مجاهد وعماد حاولوا يوقفوا النزيف بملابسهم، وتليفون حسن طبعا وقع على الطريق ومحدش قدر ينزل يجيبه. من اللحظة دي قفلوا الشبابيك وسكتوا، والعربية اتعطلت منهم بعد مسافة قصيرة. حاولوا يدوروها، كانت بتفصل. حاولوا يدوروها تاني، وحاولوا كذا مرة، بس مفيش فايدة، لحد العربية ما ماتت منهم خالص. الريس مجاهد نزل ومعاه زين، وفتحوا الكبوت ولا فاهمين حاجة. وفجأة صوت خطوات جاية من بعيد، قلبهم وقع. لكن بدل ما يسمعوا صوت حيوان، سمعوا جملة أهلا بالرجالة. من وسط الضلمة ظهروا 2 رجالة لابسين جلاليب ملامحهم غريبة، ولهجتهم عربوية مش صعيدي. أسمائهم نوح وخالد. قالوا إنهم من سكان المنطقة، وإن الطريق ده خطر بالليل، وعرضوا ياخدوهم لقريتهم لحد الصبح. الريس مجاهد حس بالراحة أخيرا إن في بشر، وقالوا له إنهم قريبين من مكان اسمه قلعة أم الدياتب، القرية المريبة. أول ما دخلوا القرية الإحساس كان تقيل جدا. الناس كلهم بشرتهم سمار غريب، الهوا بارد رغم انه كان في الصيف، والمكان ريحته زي القبور، لكن المعاملة كانت بأدب واحترام. جابوا دكتور عالج ايد حسن لحد ما نوح قال الليلة عندنا فرح، تحبوا تيجوا؟ كان فرح مش طبيعي. الفرح كان متأخر، اللبس كان أبيض، المزيكا نشاز، الرقصات غريبة جدا، مفيش ولا ست واحدة، والعريس الوحيد اللي كان لابس اسود. الريس مجاهد حس ان ده مش فرح، ده طقس غريب جدا. حسن طلب يدخل الحمام، نوح وداه البيت كبير. دخل أوضة لقى شخص لابس اسود قاعد ومغطي راسه. حسن خرج بسرعة ورجع لقى الأوضة فاضية. طلع فوق وسمع همسات، وهناك شاف ستات أجسامهم مش بشرية، نص إنسان ونص حيوان. وفي اللحظة دي حسن فهم الحقيقة، ورجع جري للريس مجاهد وحكاله اللي حصل. الريس مجاهد صدق على طول لأنه كان حاسس من الأول، وقال لهم احنا هنخلع بهدوء. حسن وزين يروحوا على العربية
وهو وعماد هيلهوا نوح. لكن خالد ظهر عند العربية وقال الريس بعتني أجيبكم. طبعا حسن عرف إنها خدعة، وهنا هرب وساب زين وراه. وساعتها سمع صراخ ما سمعش زيه في حياته. الصبح ومع أول ضوء شمس رجع حسن للمكان اللي هو القرية المهجورة الغريبة دي. العربية اختفت، البيوت فاضية. حسن شاف المنظر انهار وفقد الوعي. في اللحظة دي الشرطة وصلت بسبب تليفون حسن اللي كان وقع في أول الليل. شخص كان مسافر لقاه ملطخ بالدم وبلغ الشرطة. لقوا حسن بس ملقوش حد غيره. ومن يومها القصة دي معروفة بفرح الجن.